هلو، عاملين ايه؟ صباح الخير. الساعة 5:30. صحينا النهاردة علشان عندنا امتحان، اخر امتحان خلاص في الفاينل عندنا في امتحان الترم الاول بتاعت اولى كلية. وبدأنا اليوم بان احنا نعمل فطار وحاجة سخنة بس ما اتصورتش، بس يعني عملنا نسكافيه. وسخنت العيش عشان الجو فعلا كان ساقع اوي اصلا، احنا لسه بدري والنور كان لسه مشققش كده. وبس قعدنا بقى ناكل وفطرنا كمان موزة معاها عشان نفوق كده الامتحان. خلصت الفطار واكتشفت ان الوقت يعني سرقني، فقمت لبست وده كان الفاينل. طبعا انتوا مش شايفين كله بس هوضحهولكوا شوية كده. وكمان نزلت على التيك توك الطعم كله وانستا برضو، ولسه في صورة تنزل بكرة او مع الفيديو. يعتبر الاوتفيت يعتبر كله كان اسود في اسود، بس حبيت النهاردة حطيت ميك اب وحاجات كده مختلفة بس بسيطة، ففرحت الصراحة بالتغيير ده عشان كنت محتاجة تغيير شوية، لأن المود ما كانش أحسن حاجة. كنت محروقة أصلا شوية الصراحة، لأن الناس كلها كانت قاعدة بتبصلي عشان اللي هو كل الناس داخلة عشان تروح الامتحان، وأنا اللي هو رحت صورت شوية. الشمس كانت شكلها حلو، وبعد ما خرجت على طول الشمس راحت والتصوير ما كانش حلو. بس هنا كنت داخلة المدرج وهنا خلصت، ونقدر نقول ان ده تاني امتحان يطلع كان كويس. بس رحت دلوقتي لصاحبتي عشان كنت هقعد معاها شوية. وطبعا القطوطة بتاعتنا في كل الفلوجات تقريبا كنت ترحب بيا. رحت كافيه كان نفسي اروحه قوي، بس بصراحة المعاملة فيه كانت سيئة للغاية، فبجد فعلا معجبنيش واتضايقت جدا اصلا ان انا رحت. حتى البراونيز دي حبيت اوريكوا بقى طريقة اصلا الروج اللي انا حطيت الاول، وبعد كده حطيت روج عادي، وبعد كده حطيت ليب جلوس، فالنتيجة كانت فاينل تحفة اصلا. كنت عاملة جو نفسي اكتر من ان هو اصلا يكون يعني في المكان الصراحة مش عارفة احدد هو كان كويس ولا لا، بس هو مش عارفة الصراحة عشان ما نظلمش حاجة، بس هو فعلا كخدمة كان التعامل كان سيء يعني، مكانش عاجبني الصراحة. بدأت اتصور وصور صاحبتي، وانا كنت فرحانة جدا، كنت بصوت بس الستاند عشان ايه الستاند ما يظهرش اصلا في الصورة يعني. بس رجعنا تاني للقطقوطة، انا بحبها جدا على فكرة يا جماعة. والوقت سرقنا والساعة بقت 6، وانا اصلا كنت معاها من الصبح من بعد الامتحان الساعة 10:30، وطنط عملت لنا شاي وبس. نزلت بقى عشان اروح، وطبعا زي ما انتوا شايفين الدنيا كانت ليلت جامد بس اوكي يا جماعة، القمر كان شكله حلو اوي. بس وده انا بعد ما ارهقت في اليوم ده كله هنروح هنبدأ نشتغل برضو على حاجة تانية كنا عايزين نعملها، فهقولكوا كمان شوية. انا دلوقتي بقيت على المواصلات وخلاص يعني، وانا رايحة اركب وهروح البيت. روحت البيت لقيت ماما عاملالي جلاش، الصراحة يا جماعة طعمه كان تحفة بجد. قعدت بقى اكله واتفرج على المسلسل الجديد اللي بتفرج عليه دلوقتي. نزلت برضه يا جماعة على الابليكيشن التاني المسلسل اللي انا بتفرج عليه، قلتلهم تابعيني هتعرفوا وعملت لي كمان عصير فراولة كان طعمه جامد بجد. كنت حابة ان اليوم يكون خفيف كده، ما يكونش فيه احداث كتيرة، وحقيقي معرفش اصلا صور كتير، فبس ده اخر حاجة. كنت بعمل مونتاج للفيديو عشان اعرف ارفعه على اليوتيوب وانزله لكم. وبس كده، باي باي، أراكم في فيديو جاي إن شاء الله.